ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير دايما. النهارده راجعه لكم بطريقه محشي كده مشكل بالفراخ. هنعملوه مع بعض طريقه كده محشي وفراخ في حله واحده عشان نوفر بقى مواعين وحاجات من دي. ماشي، وهتعجبكم قوي الطريقه دي وهتبقى سهله وهتجربوها وتقولوا لي رايكم ايه. معايا نركن بقى الفراخ دي على جنب واقول لكم معايا هعملها ازاي. معايا كوسه ومعايا بتنجان، معايا كرنب، معايا كرنب وورق عنب. الكرنب ده كان عندي في الفريزر، بجيبه يعني ما بكونش عايزاه او عملتي وفايض عنه شويه وفايض شويه عنك بتسلقيه نص سلقه كده بسيطه وبتحطيه في الفريزر، وقت ما بتعوزيه بتطلعيه. وطبعا ورق العنب دوت برضو انا مفرزاه في الفريزر برضو، ما بسلقهوش، بجيبه زي ما هو كده. وما بتكوني بتستعمليه بتجيبي حبه ميه وتنزليه فيها، مش بتغلي بقى، ميه تكون كده فتره، وتنزليه وتقومي مطلعه على طول. ادي الكرنب وادي ورق العنب. طبعا انا بشيل الحاجات دي لان دلوقتي انا هوريكم احنا هنعمل ايه. وطبعا معايا الصلصه، طبعا مفرزاها برضو في التلاجة زي ما قلت لكم. ومعايا كزبره وبقدونس وشبت، ومعايا بصل. طبعا انتوا عارفين ان المحشي بياخد بصل كتير وخضره كتير. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد الفراخ طبعا دي وراك، تمام. هنعمل فيها ايه؟ طبعا انا غسلاها ونقعاها بدقيق وليمون بتاع حوالي ساعتين، متنضفه زي الفل اهي. وانا قطعاها من هنا عشان الدم اللي جوه دوت بيتسحب في النقع اللي انت بتنقعيه. دلوقتي اهي ماشي، غسلناها كويسه جدا. معايا ايه بقى؟ معايا ملح ومعايا فلفل ومعايا كمون. هنعمل ايه؟ هننزل بيهم على الفراخ. ماشي، بنتبلهم ليه؟ هقول لكم بنتبلهم ليه. تبليها كلها كده في قلب بعضيها. ماشي، هنروحوا بقى على النار ونشوفوا هنعمل فيها ايه. معايا الطاسه دي يا حبايبي اللي هعمل فيها البصل بتاع المحشي بعد كده. دلوقتي انا حطيت فيها ايه؟ دلوقتي انا حطيت فيها حبه زيت وهنزل بالفراخ كده، اديها صدمه. لما تتحمر على الجنب اللي هي عليه هنقلها على الجنب التاني، وهكذا لحد ما اخلص المقدار. وبعد كده هقول لكم انا هعمل فيها ايه. يا حبايبي، رجعت لكم بعد ما خلصت الوراك في قلب الزيت، حمرتها. هوريكم شكلها دلوقتي. بس معايا البصله اهي ماشي بتاعت المحشي. انا ما بحبش يعني ايه اكتر الزيت قوي لان لسه هحط حته سمنه فلاحي. اهي السمنه دي، السمنه الفلاحي بتدي ليها طعم وريحه جميله جدا. والفراخ اهي شايفين شكلها جميله. هرص عليها المحشي دلوقتي واوريها لكم.
نسيب بقى البصله بقى تتدبل كده مع بعضها، مش هخليها تتحمر قوي. ماشي. وانتوا عارفين ان ده البصل ده مش كتير ولا حاجه وهيفر ميته. وبعدين انتوا عارفين ان المحشي بيحب البصل الكتير والخضره الكتير. حاجه احط الصلصه واوريها لكم ان شاء الله. اهي حبايبي البصله بعد ما يعني صفرت شويه، ما حمرتهاش قوي اهي، هي يا دوبك داخله على الحمار كده، ما تخليهاش تحمر قوي عشان ما تحرقش صدر اللي ياكل. ماشي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هننزل بحبه فلفل حامين كده عشان يبقى حرش وحلو. مش عايزه تحطيه بلاش، مش مشكله. فلفل، ملح، كمون، مش ازيد من كده. فلفل اسمر وملح وكمون. خلي بالك الملح عشان الفراخ برضو احنا تبلناها بملح، ما تحدقش ولسه هنحط الصلصه، فخلي بالك من الملح بتاعك. حط حبه كزبره اللي احنا عاملينها، وتقلبي بقى مع بعض. في ناس بتحط على المحشي توم، انا ما بحطش توم بصراحه، يعني عمري ما جربت التوم ولا هجربه. الاكل برضو اذواق. ماشي حبايبي. هننزل بالصلصه. نسيبها بقى تتسبك مع بعضيها شويه، وبعد كده ننزل بالرز. الصلصه اما تكون معاكي في الفريزر جاهزه بتعمل عليكي الوقت، بتوفر عليكي الوقت. يا دوبك تاخد بس غلوتين كده، تتسبك بس حاجه بسيطه كده. شايفين شكلها جميل والله. ايه رايكم؟ هخليها بقى تتسبك وننزل بالرز. هغسله، الرز مش بيتنقع، هغسله وننزل بيه على طول. ماشي يا حبايبي. اهو يا حبايبي بصوا اتسبكت ازاي. الزيت طالما طالع على الوش كده يبقى هي اتسبكت. انا غسلت الرز اهو زي ما انتم شايفين، وهنزل بيه. واقلبه بقى يتلدن مع بعضه في قلب الصلصه. عمايل المحشي والاكل عامه او دخولك المطبخ عايز صبر. ربنا يجعلنا من الصابرين يا رب، ويرزقنا ويرزقكم جميعا يا رب يا رب. يبرد بقى يعني هشيله من على النار. ماشي. انا هخليه يتلدن شويه لما الميه دي تخف شويه من عليه. لما يتلدن كده وتيجي تزوديه الرزايه بتبقى ما تعجنش معاكي في قلب الحله. ماشي. فانا هخليه يتلدن ويهدى شويه، واقوم حاطه عليه الخضره ونحشو بقى مع بعض. اهو يا حبايبي الرز بتاع المحشي هدي شويه اهو. ماشي. هننزل عليه بالكزبره وبقدونس وشبت زي ما تحبي يعني، ونقلب كده مع بعض. انا على فكره عامله المحشي قبل كده في القناه برضو، بس ده المره دي تغيير بقى، قلت اعمل كله في حله واحده.
بدل مثلا اسلق واحمر فراخ، لا طب ما احنا عملناها سهله اهي وبسيطه مع بعضينا. ماشي، هحاول بقى ان شاء الله ربنا يقويني كده واحشي معاكم. اجيب الحله، عايزه اوريكم بقى الفراخ بقى شكلها عامل ازاي اهي، شايفينها اهي، واخده صدمه واتحمرت وبقت تمام اهي. وان شاء الله هتكمل سواها مع المحشي. دلوقتي انا هنحشي معاكم الكوسه. انا هحط الكوسه والبدنجان مع بعض سخن، بس الواحد بقى ايه مضطر ان هو يعمل، مش يستنى لحد ما يبرد كده، عشان ايه ما يبقاش نصها فاضي. ماشي، لازم تخلي فيها حبة ايه يعني كده زي ما انت شايفة كده، عشان اما الرز هيستوي هتطلع يتكب معاكي، فده يبقى يعني يعجن معاكي الحلة. اما انت تخلي فيها حبة كده اهو هتاخد راحتها في السوا. ربنا يكفينا شر النار وعذابها. شايفين يا حبايبي؟ طبعا الكرنب وورق العنب برضو مع بعض، مش هحطهم كلهم في حله واحده، لا مش هينفع. ما ينفعش تحطي بدنجان وكوسه ومعاهم فلفل مثلا. لو انت هتعملي تاكدي بقى ايه ان البدنجانيه اهي، شايفينها؟ وتمسحي اي زياده من بره كده، وتملي بقى الفراغات بتاعه الحله اللي هي مع الفراخ يعني. شايفين يا حبايبي انا هرص ازاي؟ ماشي، هخلصها واوريها لكم، ولا اعمل معاكم لف ورق لا هخلص ده الاول واوريه لكم تاني. وبعد ما زودنا حبايب الكوسه والبدنجان مع بعض الزواده بتاعتهم عشان يستووا، طبعا هنعلي عليهم النار لحد ما يغلوا، وبعد كده ايه نهدي عليهم النار لحد ايه ما يتشربوا. معايا كده بقيه الخلطه اهي، ومعايا الفراخ بقيتها زي ما انتم شايفين لونها كده وجمالها. ماشي يا حبايبي، ومعايا ايه، ومعايا ورق العنب والكرنب. الكرنب ده زي ما انا قلت لكم انا مفرزاه في التلاجة اهو. طبعا بصوا الورقه ماسكه نفسها ازاي ماسكه نفسها لان انا بسلقه نص سلقه. ماشي اهو، والرص فين؟ على المحشي، على الفراخ اهو يا حبايبي. شايفين الصبع؟ شايفين حلاوته؟ طبعا الواحد بيعمل الورقه على قد ما هو عايز. تتكي على الورقه كويس وانت بتحشي. تاخدي المقاس اللي انت عايزاه اهو اهو. ولا اسهل من كده اهو.
ايه رأيكم؟ نعمل ورقة ورق عنب مع بعض. ماشي. وايه عشان نشيل افصل لحد ما اخلص الحل. ورقة العنب بيبقى فيها ملمس ناعم وملمس خشن. الملمس الناعم هيبقى بره، والملمس الخشن اللي بتحطي عليه الرز وبتلفي. شايفين اهو؟ شايفين اللف اهو. كمان واحدة. انا بقسمها على 2. في ناس بيعملوا ورقة العنب على بعضها، انا بقسمها على 2 عشان مش بحب الصباع كبير قوي. اهو وبتلمي كده الورقة وانت ماشية اهي. شايفين؟ كمان واحدة. عرفنا ورقة العنب. طبعا حبايبي البنانيت بقى هم دول طبعا امهاتنا وكل الناس الكبيرة الحلوة دي اللي علمونا، هم عارفين. احنا بنتكلم البنانيت الصغنطاطين اهو. لو فرقعت منك كده مش مشكلة، ما انت هتلفيها تاني اهي. شايفين الصبع اهو؟ تمام. حد يقول لي انت عامله ورق العنب مع الكرنب، عادي مش هيجرى حاجه. عايزه تحطي ورق العنب ورق عنب لوحده والكرنب لوحده، مش هتفرق كتير. نعمل كمان. عرفتي ورقه العنب؟ ورقه العنب الناعم بره والخشن عليه الرز وبتلفيه. الكرنب بتاعنا ورقه كمان عشان ما اطولش عليكم، هفصل لحد ما اخلص وارجع لكم تاني اهو. اهو يا حبايبي اهو. كمان واحده اهو. لما تسلقيه نص سلقه وتحطيه في الفريزر وتيجي تطلعيه، ما تحطوش في ميه، هتيجي تحطيه يعني ما تسلقوش تاني، هتيجي تحطيه ويحل معاكي التلج وبعد كده تلفيه، هياخد منك السوى بتاعه الجميل اهو. ماشي يا حبايبي. هفصل بقى وارجع لكم تاني بعد ما اخلص ان شاء الله ونزودوه مع بعض. عايزه اوريكم بقى حبايبي الكوسه والباذنجان وهما بيغلوا. شايفين اهو؟ احنا لسه حاطينها وغليت بسرعه عشان الشوربه طبعا مغليه اهي. ماشي. هنوطي عليها بقى النار كده ونسيبها بقى مع نفسها لحد ما نخلص الكرنب ونزوده مع بعض، يكون ده استوى ونزود الكرنب. ماشي حبايبي. حبايبي خلصنا كده حشو الباذنجان اهوت والكوسه. ماشي. ومعايا الشوربه اهي. ديت مكان الطماطم اللي انا كنت حطاها فيها، والشوربه دي كانت عندي في التلاجة لان طبعا احنا ما سلقناش الفراخ، حطينا تحت المحشي فكانت عندي في التلاجة. اما يبقى عندك يا حبيبتي بتاع ده شوربه فراخ لحمه بط اي حاجه وزادت عن اللي انت عاملاه، تقومي حطاها في كيس بعد ما تبرد وتحطها في التلاجة، تنفعك في وقت زي ده. هنزود بقى مع بعض. انا طبعا الكوسه والباذنجان مش هينفعوا يقفوا عشان الفراخ تحتيهم، فنايمين عادي يعني. ازاي بقى اعرف ان انا اللي انا عايزاه الزواده بتاعته حلوه ولا لا؟ والحله المفروض ان المحشي يتحط في حله واسعه يا جماعه. ماشي. عشان ياخد راحته في السوا. بصوا لو شلنا كده هنلاقي في سطر اهو مش مفهوش بتاع ده شوربه، يبقى انت كده زودتك صح اهي. ما يبقاش على الوش لو يعني زي الرز دوت. طبعا الباذنجان هيخر والكوسه وكل حاجه هتخر ميه. تمام اهي. اول ما تبقي تميلي الحله كده اهو، تميلي الحله كده وتلاقي الشوربه باينه معاكي، خلاص تهزيها كده اهو عشان يبقى ايه كله داخل في بعض. ماشي يا حبايبي. هنولع عليها النار ونحشي بقى الكرنب مع بعضين اهو يا حبايبي. بصوا خلصنا محشي الكرنب ومحشي ورق العنب. طبعا مش دول صباعين ورق العنب، هنحط تحت بس مش مكتره برضو ورق عنب لان مش كتير بياكلوه. هنعمل ايه دلوقتي؟ وادي الشوربه اهي. هنزود متزوديش قوي، زودي حبه حبه اهو. اما تميلي الحله كده اهي. بصي اما تميلي الحله كده وتعرفي ان هي
تهزيها كده علشان الشوربه تخش في كل المحشي. بص حبايبي، اما تعملي الحله كده تميليها والشوربه تيجي معاكي بسرعه، يبقى انت كده الزواده بتاعتك صح. هنغطيها بقى ومولعين عليها اهو. هنغطيها وايه ونسيبها تستوي مع بعضها، وارجع لكم ان شاء الله بعد ما اخلص كل حاجه. اهو يا حبايبي المحشي والفراخ زي ما انتم شايفين كده استووا والحمد لله. اهو اهو بصوا الفراخ مستويه اهي. عايزه اقول لكم ان انا شلتها بالعافيه، والله شلتها بالعافيه. بصوا اهي، شايفين اهو الدبوس طالع اهو. بصوا اهو مستويه وجميله جميله 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 اهو. وادي المحشي الكوسه زي ما انتم شايفين، ومحشي البدنجان، ومحشي ورق العنب والكرنب، شايفين كله مستوي والحمد لله والله. واتمنى ان هي الوصفه اللي انا عملتها دي تعجبكم، واتمنى ان هي تنور رضاكم. ما تقلقوش، الفراخ بتستوي وبتبقى جميله جدا. انا والله شايلها بالعافيه. بصوا فتحت معايا ازاي اهي، شايفين الورك اهو. فما تقلقوش، وبتستوي بتبقى جميله والله. واتمنى الوصفه دي تعجبكم وتنور رضاكم، وتجربوها وتقولوا لي رايكم ايه، وبالف هنا وشفا، وقولوا لي رايكم. مع السلامه حبايبي.